السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوة اللي ساهلة واقتصادية، حلوة الساقية اللي صراحة زوينة بزاف وتستحق التجربة. واللي ما عندهاش الفران تجرب هاد الحلوة هادي، راها كتجي زوينة بزاف ونيت حتى الطلبة اللي زعما بعادين على عائلتهم. هاد الحلوة سهلة واقتصادية وما فيهاش بزاف ديال المكونات، فيها جوج مكونات فقط وساهلة وسريعة ودغيا كتوجد. هنا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو هذا الصغير، خذوا هذا هو اللي كيكون بنين وحمروه شويه، المهم ضروري خصكم تحمروه وغادي طحنوه، يعني خليو فيه شويه ديال الطريفات ما تلينوهش مزيان. وهنا عندي 300 غرام ديال التمر، الا بغيتو تاخذوه معجون يعني راه كيتباع، وإلا هكا عندكم في الدار استعملوه طحنوه. انا اختاريت هذاك اللي كيكون شويه رطب صافي وطحنته مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ما عامراش ديال القرفة، الصراحة كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. وكيف ما قلت لكم يعني هاد الحلوة هادي ساهلة وسريعة ودغيا كتوجد في آخر لحظات، تقدروا توجدوها في 10 دقائق راه كتكون واجدة. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كندخل داك التمر مزيان في كاوكاو. يعني كيف ما قلت لكم خذوا داك الكاوكاو الصغير ما تاخذوش الكبير، يعني هذا كيكون صراحة شوية بنين على الاخر. صافي هنا غادي نخلط يعني داك التمر كندخلو مزيان في كاوكاو، صافي حتى كنحس بلي داك التمر تلبس مزيان مع كاوكاو. وعاد كنضيف العسل، كنضيف 2 معالق كبار ديال العسل، المهم أي نوع ديال العسل كان عندكم متوفر، ولا تقدروا تعوضوه بمربى ديال ويمكن لكم المشماش حتى هو تضيفوا حتى صراحة شوكولا كيجي ديال زوين، ولا الدهن، بنسلي يعني اللي كان كراميل. عندكم متوفر تقدروا تستعملوا في هاد الوصفة هادي. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول كنخلط مزيان يعني حتى كينسجموا لي المكونات مع بعضياتها. وصافي هذا هو القوام اللي خصني نتحصل عليه، يعني خصها تكون يعني متماسكة ما تكونش مرخوفة. صافي هنايا غادي ندوز غادي باش نشكلها هكا على شكل حرابل، غادي نقسمها على 3. وهاد الوصفة هادي يعني إلا بغيتو تعوضوا الكاوكاو، يعني بغيتو ديروا اللوز فممكن ديروه، إلا بغيتو ديروا نص ديال الكاوكاو ونص ديال اللوز فممكن، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار دائمًا وداك الشي اللي عندكم متوفر في البيت. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنشكل هكا على شكل بودان، يعني على شكل حرابل هكا بحال الشكل ديال الفقاس. صافي وغادي نحطهم هكا على جنب، صافي حتى كنكمل الكمية اللي عندي. وإلا وصلتوا لهنا فأكيد يعني راكم من الناس العزاز الغاليين، وما تنساوش اختكم اللايكات والتشجيعات ديالكم وبارطاج القناة فضلا وليس أمرا، باش هكا العائلة تزيد تكبر بكم إن شاء الله يا ربي. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نكمل الكمية اللي عندي، وغادي ناخذ شوية ديال الزنجلان، يعني ضروري يكون محمّر منقي ومحمّر. وإلا بغيتو مثلًا تعوضوا الزنجلان إما بكاوكاو كونكاسي ولا لوز إيفيلي، يعني كيبقى لكم الاختيار. أنا كان عندي الزنجلان درتو بالزنجلان. صافي هنايا كنحاول كنفندو هكا في الزنجلان مزيان، يعني حتى كيتلبس لي مزيان هكا بالزنجلان. وكيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوه يعني بكاوكاو كونكاسي ولا لوز إيفيلي اللي كان عندكم متوفر، فهو أصلًا الصراحة هاد الوصفة هادي راه كتجي زوينة. غير هكاك إلا بغيتو مثلًا ما ديروا حتى شي حاجة، خليوها غير هكاك فممكن، راه كتجي بنينة. أصلًا راه هاد الحلوة هادي الصراحة بلا حتى شي حاجة راه كتجي غير هكاك وكتجي زوينة بزاف. صافي هنا غادي نستمر حتى نكملهم، ومن بعد غناخد هكا واحد المهم أي حاجة إما سكين ولا أي حاجة غير هكا باش نفلحو هكا شوية من الوسط. كنحاول كندير هكا واحد الحفر هكا في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد كناخد واحد شوية ديال الشكلاط هكا اللي دوبتو مع شوية ديال الزيت وحتى الشكلاط بيض حتى هو كندوب المهم غير شوية منه، هذاك غير للتزيين. بغيتو ديروا لاباز هو الشكلاط البيض وعاد تزوقوا بالكحل ولا العكس، المهم انا درت لاباز هو بالشكلاط الكحل، درت الشكلاط الكحل عاد زوقت بدوك الخطيطات بويض. صافي ناخد كيردو وكنبدا كنزوقهم هكا بحال على شكل ميلفاي. المهم التزيين كيبقى اختياري كيف ما بغيتو ديرولو يعني ممكن. صافي هنا كناخد دوك الكويرطات هادو، يعني خدوا اللوين اللي بغيتو، أنا خديت هذا في البيض. صافي من بعد ما عمرتهم بالشكلاط غادي نخليهم هكا في الثلاجة من التحت غير واحد 15 دقيقة غير على ما نحس بهم باللي تجمعوا، يعني وداك الشكلاط جمد. أصلا دابا راه البرد يعني ما تحتاجوش أنكم ديروه في الثلاجة، خليوه غير هكا فوق سطح العمل وخليه واحد 15 دقيقة. صافي وغادي ندوز غادي نقطعهم على هاد الشكل على شكل معين، صراحة كيجي الشكل ديالهم أنيق وزوين ورائع. أما المذاق راه ما نعاودلكمش، صراحة كيجي زوين بزاف. كنتمنىكم أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي، راه ساهلة واقتصادية، راه ما فيهاش بزاف ديال المكونات. الصراحة كلشي غادي تعجبو هاد إن شاء الله هاد الوصفة هادي.
حيت كلشي كيقلّب غير على شي حاجة اللي ساهلة وسريعة وفي نفس الوقت تكون بنينة وزوينة. صافي شوفوا معايا الشكل ديالها كيجي هكا، كيجي الشكلاط باين هكا من الوسط، صراحة كتجي زوينة رائعة في الشكل ولا في المذاق. صافي هنا كناخد الكويرطات كنحاول كنحلهم غير شوية وكندير فيهم الحلوة ديالي. وهاد الحلوة هادي راها قديمة الصراحة، ولينا كنفتقدو الحاجة القديمة، وعلاش لا نوليو نحيوها، الصراحة كتجي زوينة، كيجي أي حاجة الصراحة قديمة كتجي زوينة وبنينة، كتبقى كتكون فيها ديك الريحة ديال الزمن الجميل كيف ما كنقولوا. صافي هنايا كنحطهم هكا في الكويرطات، ومن بعد كنحطهم هكا في البواطة وكنحطهم غير من التحت في التلاجة، كيبقاو صراحة زوينين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين، كنتمنى أنكم تجربوهم في هاد العيد هذا إن شاء الله، وكنقول لكم السلام عليكم وإلى اللقاء الفيديو القادم إن شاء الله.